محمد صبحي ضيعنا، ده دمرنا. تعال اسمع بقى خالد الغندور قال ايه عليه وعلى النادي الاهلي. الصدمة الأكبر بالنسبة للزمالك بالنسبة لكل الفرق، يعني الأهلي كان مغلوب 1-0 وعرف يرجع الشوط الثاني. الزمالك طوال اللقاء كسبان وكان له ضربة جزاء وأحرز هدف ما تعرفش الحكم لغى ليه، يعني وطول المباراة بيضيع فرص إلى أن جاء هدف عادي جدا، كرة عادية جدا بتلف، بدل ما يضم ايده لجوه ويمسكها فاتح ايده عدت ما بين ايده ونزلت هدف في المرمى. طبعا هدف يتحمله بالكامل محمد صبحي، ولا محمد صبحي قصير، محمد صبحي طويل، كرة في متناوله، يقدر يطلعها بالبوكس، يقدر يطلعها يقدر يمسكها بكل سهولة. كرة بتلف، هو واضح انه كده مستهتر مهمل في الثواني الاخيره. لازم تكون مركز، اخر ثواني دي مفيش هزار، انت لعيب حارس مرمى مصر، انت مفيش هزار، لازم تكون مركز 100%. فطبعا هدف من خطأ فردي بيؤدي الى ضياع مجهود الفرقه كلها، خصوصا ان المباراه دي كانت من افضل المباريات اللي الزمالك اداها الفتره الاخيره.